ورحمة الله تعالى وبركاته. مطار الحسن الأول بمدينة العيون التي حل بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في زيارة تاريخية هي الرابعة منذ اعتلاء جلالة العرش بعد التي قام بها حفظه الله أعوام 2001 2002 و2006. زيارة ملكية ميمونة أبى جلالة الملك إلى أن يشمل بها أبناء شعبه في هذه الربوع العزيزة الغالية من المملكة ليتفقد أحوالهم ويطلع على أوضاعهم في إطار سياسة القرب التي دأب جلالة الملك على نهجها تجسيدا لعرى التلاحم بين العرش والشعب. يتقدم للسلام على جلالة الملك رئيس الحكومة السيد عبد الإله بن ووزير الداخلية السيد محمد حصاد ووزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد صلاح الدين زوار والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد شرق إدريس ورئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية السيد خلي النولد رشيد والجنرال دكتور دارمي بوشعيب عروبة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والجنرال دكتور دارمي حسني بن سليمان قائد الدرك الملكي والجنرال ديفيزيون ميمون المنصوري قائد الحرس الملكي والجنرال ديفيزيون أحمد بوطالب مفتش القوات الملكية الجوية والجنرال ديفيزيون محمد غماري مفتش البحرية الملكية وجنرال بريغاد الحسن إمجان مفتش القوات المساعدة المنطقة الجنوبية والمدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي والمدير العام للدراسات والمستندات السيد محمد ياسين المنصوري ووالي جهة العيون الساقية الحمراء السيد يحظيه بوشعاب وعمال أقاليم الجهة ورئيس جهة العيون الساقية الحمراء السيد حمدي ولد رشيد والمنتخبون والأمين العام للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية السيد ماء العينين وأعضاء الهيئة القضائية ورئيس المجلس العلمي المحلي وعدد من شيوخ قبائل الجهة وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. تأتي زيارة جلالة الملك لمدينة العيون لتجسيد المستوى المتميز من التعبير عن الموقف الثابت من قضية الوحدة الترابية، وهو الموقف الذي نبضت به قلوب كل المغاربة قبل 40 سنة خلت حينما ارتفعت أصوات متطوع المسيرة الخضراء بالتكبير وشعارات الوحدة وعبارات التوحيد. تأتي زيارة جلالة الملك لمدينة العيون لتؤكد ذلكم التلاحم القوي والترابط المتين الذي لا تزيده التحديات إلا رسوخا واعتمادا للتعبئة الشاملة والنهج الحضاري القائم على التمسك بالشرعية والثوابت الوطنية. جلالة الملك يجدد العهد بهذه الربوع العزيزة مع أبناء شعبه الملتفين قاطبة حول العرش والمجندين وراء من وقر حبه في القلوب وخالج إكباره وإجلاله النفوس للذود عن وحدة بلدهم والمتشبثين دوما وأبدا بالثوابت المقدسة من شرعية تاريخية ودينية وسيادة وطنية كاملة وإجماع وطني راسخ. اليوم يعانق أبناء الأقاليم الجنوبية الفرحة الكبرى بمناسبة الزيارة الملكية وعرى التلاحم المتين بين الأقاليم الجنوبية والعرش التي تبرز اليوم إحدى تجلياته بمدينة العيون تعطي للعالم أجمع صورة ساطعة عن واقع الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء وتقدم لمن لا يزال في قلبه ذرة من شك دليلا قاطعا قويا على عدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة والمغرب القوي بعدالة قضية وحدته الترابية وإجماعه حول عدم التفريط في شبر من صحرائه. ظل حريصا على التشبث بوشائج الأخوة وحسن الجوار
ونهج الحوار والجنوح إلى التحلي بالحكمة وبعد النظر، وخيار الجهوية المتقدمة الذي يسعى المغرب لترسيخه يقوم على تعزيز الديمقراطية التشاركية والترابية والمواطنة، وتوطيد العمق الثقافي والاجتماعي والتاريخي لمختلف مناطق المغرب، والنهوض بخصوصياتها الجهوية والمحلية في إطار المغرب الموحد الجهات، بما ينطوي عليه من إصلاح وتحديث لهياكل الدولة وحكامة جيدة قائمة على التوزيع الأمثل للاختصاصات بين المركز والجهات في نطاق ديمقراطية تمكن كل جهة من استثمار طاقاتها والتعبير عن مميزاتها والاطلاع بدورها كرافعة حقيقية للتنمية، علاوة على جعلها تنهض بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ليس بالتبعية للدولة، ولكن ضمن الشراكة الحقيقية معها، وكذا مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تحقيق تنمية متوازنة والحد من الفوارق بين مختلف الجهات. خيار المغرب الذي لا رجعة فيه لإرساء دعائم نموذج مغربي في مجال الحكامة المحلية يندرج ضمن ما أقدمت عليه المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك من إصلاحات عميقة لتوطيد الممارسة الديمقراطية وطنيا ومحليا. تضفي الزيارة الملكية على الالتحام الوطني في هذه الربوع قوة ومتانة لشعب يعيش من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه في تمازج مع رمز وحدته، ولأمة متراحمة على الدوام مع الأسرة العلوية الشريفة. مغرب اليوم يحتاج لسواعد كل أبنائه وطاقات كل جهاته من أقصى المملكة إلى تخوم الصحراء الحبيبة الغالية من أجل تنمية مستدامة تكفل له الانتفاع من تطور اقتصادي ورقي اجتماعي تستمد منه وسائل الرقي الحضاري لضمان الاستقرار وتكافؤ الفرص وبلورة مجتمع متماسك. صورة بديعة من صور التلاحم المتين والرباط القوي المكين ترسمها اليوم مدينة العيون، صورة وإن كانت اعتيادية في شكلها تتكرر في كل الربوع من هذا الوطن الأبي، فإنها تختزل ذاكرة أمة عبر قرون من الزمن نسج خلالها العرش والشعب ملاحم بطولية قدمت للعالم أجمع مثالا يحتذى لبلد صفوفه متراصة تتحرك مختلف أركانه بسير حثيث نحو ما يصبو إليه من أهداف. كافة شرائح القبائل الصحراوية بالأقاليم الجنوبية تعتز بانخراطها الجاد والفعلي بما يضمن صيانة الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، أخذا بعين الاعتبار الدور التاريخي الذي لعب